حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من انهيار الديمقراطية الأمريكية على غرار ما حصل في ألمانيا في الثلاثينيات، ودون أن يوجه أوباما أي اتهامات مباشرة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب. قال إن الجمهورية الألمانية كان لها الكثير من الإنجازات الكبيرة، لكن عندما وصل هتلر إلى السلطة توفي 60 مليون شخص. وأضاف: علينا أن ننتبه. وتابع أمام النادي الاقتصادي في مدينة شيكاغو: أحد الأسباب التي جعلت البلاد قادرة على الاستمرار الصحافة الحرة، وما أفهمه هو أن الصحافة الحرة أمر حيوي. وقال إن الخطر ينمو ويقترب، وإذا لم يحمل الأمريكيون ديمقراطيتهم يمكن أن ينهار كل شيء. وفي معرض إجابته عن بعض الأسئلة قال أوباما: إذا لم نمسك دفة القيادة لن يتغير شيء عالميا، ضاربا المثل الجهود الأمريكية لمواجهة فيروس أيبولا قائلا: لقد أنقذنا مليون شخص